بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي المستمعين والمشاهدين. رجعنا لكم بفيديو جديد، فيديو روتين مصري جديد، روتين التعب والشقة، روتين صباحي ليوم الجمعة. أتمنى أن فكرة النهاردة تعجبكم. بصوا حبايبي، أنا النهاردة يوم الجمعة قلنا نغير الأكل المعهود، فقلنا نعمل إيه؟ نعمل المخروطة البلدي الصعيدي الجميلة. بصوا يا جماعة، دول حوالي 2 كيلو ونص زي ما انتم شايفين كده من الدقيق. حطيت أنا كمية من الملح حوالي 2 معلقة كبار. على فكرة الملح مهم للعجينة كويس خالص، لأنك انت لو قللت الملح يا جماعة وانت بتفردي في الفطيرة بتتقطع مني. واهم حاجة في المخروطة الصعيدي الأصلية وأكلة الشتاء الجميلة دي بنعشقها احنا في الصعيد. ده يعتبر من الروتين الذي يعشقه جميع الصعايدة، يعني روتين عشان نعشقه جميعا. انك انتي العجينة تبقى معاكي يا جماعة مش طرية قوي ولا ناشفة. العجينة لازم تكون متماسكة إلى حد ما معاكي، عشان المخروطة وانتي بتحطيها، لما تحطيها بعد كده على البخار ما تلزقش منك. فانا هوريكم القوام اللي هو مطلوب يا جماعه. انا هنا ما بقدرش، انا بعمل بالنظر، يعني ما بقدرش ابدا واكيل المكيال، لان كل دقيق وليه بيشرب كميه معينه من الميه. فانا ممكن كميه من الدقيق تاخد كوبايتين، ممكن كميه تاخد 3 حسب نوعيه الدقيق اللي انت بتستخدميها. فانا دايما بعملها بالنظر وبالملمس. هوريكم اهم حاجه طبعا تعجن العجينه عجنه كويسه خالص. هو فقط ملح وميه والدقيق زي ما انتم شايفين. بس بقول لك لازم طالما كل كيلو دقيق حط معلقه كبيره من الملح، عشان الملح بيساعد ان الفطيره وانت بترقيها ما تتقطعش منك. بصوا يا جماعه، دي العجينه. لو حابه، لو انك انت هتعرف تفرديها اكتر من كده ممكن اتخنها زياده عن كده كمان يا جماعه. كل ما تدخن معاكي كل ما المخروطه او فتل المخروطه هتبقى مفروده معاكي ومش هتلزق مع بعضيها. لو ما تخنتيش العجينه يا جماعه المخروطه دي هتلزق معاكي وهتعجن بمعنى صح في القدوسيه او فوق البخار. فدي الطريقة الصحيحة لعجن عجينة المخروطة الصعيد الأصلية أو القدوسية. معظم الناس بتقول عليها قدوسية يعني. زي ما انتم شايفين كده هعجنها بكل طاقتك. طبعا انت شديد الحيل هو بقى اللي بيقعد ياخد ويدي في العجينة كده لحد ما العجينة تبقى ايه معاكي، تبقى معاكي زي مطاطية زي ما انتم شايفين كده. لو عندك عجان طبعا هيريحك جدا من الموضوع ده والخوته دي. بص ادي العجينه اتعجنت كويس خالص يا جماعه. حطينا الميه على النار يعني ربع الحله او تلت الحله اللي انا هعمل فيها. والحله دي حله مخروطه، يعني ليها مصفايه فوقيها اهي، لكن زي ما انتم شايفين ان هي مش قافله كويس. فانا بعمل لها حته دقيق، بعجن لها حته دقيق كده وبعد على الحروف اللي هي فيها فراغات دي عشان البخار ما يخرجش من الحله يا جماعه. والبخار فقط يطلع على فطيره المخروطه ويخليها تستوي بسرعه. لو انت هنا في فراغات بين الحله والحله فالبخار هيطلع من الجناب دي. فيستحسن انك انت بلف عليها بعجينه زي كده. لو ما عندكيش اساسا حله مخروطه عادي يا جماعه، حطي مصفايه على حله واعملي لنا نفس الحكايه دي برضو هتبقى حلوه معاكي. واحنا كنا بنعملها كده وانا اشتريت الحله دي يعني برضو بحط لها العجينه يعني لان فيها فراغ يعني مش قافله كويسه يعني. بهذه الطريقه يا جماعه. واول بقى الميه ما بتبتدي تغلي الفطيره بتاعتي اللي انا هعملها هنزلها بعد ما الميه تغلي. ادي الطبليه وبدأنا نستعد بقى للروتين الجميل بتاعنا النهاردة. ادي النشابة بتاعتي والفطيرة، وهنزل الفطيرة بتاعتي على الطبلية وهبتدي اول قطعة من الفطيرة. لو اول مرة تدخلوا على القناة بتاعتي يا جماعة يا حبايبي، ارجوكم يعني كل ما بتعملي لايك للفيديو كل الفيديو ما بيترفع. فاتمنى منكم انكم انتوا تعملوا لي لايك عشان الفيديو بتاعي يترفع. وما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك بالله عليكم يعني.
كمان بحب انوه عليكم يا جماعة ان انا في قناة تانية عاملاها، قناة وصفات، والقناة دي جميلة جدا ان شاء الله تعجبكم خالص. يا ريت تدخلوا عليها وتشاهدوا فيها فيديوهات جميلة جدا جدا. فيها كل ما هو جديد ومفيد، وصفات صحية، وصفات طبية، على قد الإيد. يعني أنا فعلا مهتمة بالناحية الطبية جدا من صغري، لأن كنت في يوم من الأيام يعني أتمنى أن أكون طبيبة، لكن الحظ ما أسعفنيش، والحمد لله على كل حال. أنا في راضية، لأن أنا عندي الأطباء إن شاء الله، عندي أولادي غنيني يعني الحمد لله يعني. بصوا يا جماعة، فانتوا كده زي ما انتوا شايفين كده، فرد الفطيرة زي ما انتوا شايفين بفردها كويس. اهي بفرد فيها يا جماعة. العجينة عندي يعني مطاط شوية، ففرده مش سهل، والعجينة كمان مش طرية قوي، قلنا هتبقى ماسكة معاكي في الفرد، فبتبقى شديدة شوية وانت بتفردي فيها. هتميني افرد فيها كده لحد ما تتفرد خالص، عشان اعمل الخيوط بتاعت المخروطة الجميلة اللي بيعشقها الاولاد. انا اولادي بيعشقوها باللبن، بيعشقوها بالجبنة القديمة، بالعسل. في كلتا الاحوال من اجمل الحاجات، الاكلات الصحية اللي بتحبوا تفطروا بيها الصبح هي المخروطة الصعيدي. طعمة جدا وجميلة جدا، وكمان صحية ومغذية للأولاد. تعمليها بالسمنة البلدي، تفركيها بالسمنة البلدي بعد ما تعمليها. أجمل من الأكلات يا جماعة الصناعي، اللانشون والجبن دي. يعني ساعات الواحد كده بيحب يحس نفسه إنه خلاص بطنه اشتغلت، عايز تنضف بقى بحاجات طبيعية كده عاملاها من خير الطبيعة زي ما بنقول. فالأكلة دي تعتبر من خير الطبيعة يعني، وموفرة وصحية جدا، أكلات صحية وشهية. والأولاد بيعشقوها. يعني لو أول مرة تعمليها، لو جربتيها الأولاد بيعشقوا هذه الأكلات بجد يعني. يا ريت اللي ما عملتهاش قبل كده تحاول انك انت تسويها بهذه الطريقة. يعني بلاش تعملي الفطيرة، ممكن عشان خاطر مش ما تكونيش بترقي قبل كده او بتفردي العجين. ممكن تعملي فطيرة صغيرة عشان تقدري تتحكمي فيها. لو اول مرة تفردي فطير زي كده، اعمليها فطيرة صغيرة عشان تقدر تتحكمي فيها وتوسعيها او تفرديها فردة كويسة. اتمنى ان الفيديو اللي فات اللي عملته لكم اللي هو فيديو القانون يا جماعه، وعالجت فيه كل المشاكل اللي عملتها لكم في الفيديو اللي قبله. ما قلتلوش رايكم يعني. انتوا قلتولي، شكتولي، قلتولي لو احنا عملنا القانون على السطوح ممكن يضر السطوح ويضر الصبة بتاعة البيت. انا جيت علشت لكم الفكرة دي، بس ما قلتلوش، ردتوش عليا وقلتولي فكرة حلوة ولا مش حلوة. يعني ازاي عالجته لكم، وازاي خليت لكم السطح ما يتضرش، وازاي برضو بعالج الحيطة بتاعة البيت بحيث ان هي ما تبقاش فيها دخان ولا مسودة. يعني اتمنى انكم انتوا تكونوا شاهدتوا ازاي بعالج الكانون على السطوح. وبعملنا طبعا عملناه موفر للطاقة وموفر للبيئة، لانك انت بتستخدمي فيه، ممكن تستخدمي فيه فحم وكده. وادي الفطيرة بتاعتنا يا جماعة بعد ما اتفردت. انا هنا بحاول ان انا برش عليها دقيق كتير، لانك انت لو ما رشتيش عليها دقيق كتير وانت بتلفيها كده، ما تيجي تنزليها في المكنة هتعجن منك برضه. يعني بصوا كده، وادي انا خلصت كده الفطيرة. بلفها انا على النشابة كده زي ما انتم شايفين يا جماعة. اهي زي ما انتم شايفين كده، وبرش عليها دقيق تاني برضو. بس كده بحاول اطلعها من الشبه زي كده، زي الثعبانة زي ما انتم شايفينها كده. وبعد كده بقطعها قطع على قد على قد عرض المكنة. بقطع الفطيرة دي قطع بعرض المكنة زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. مكنة المخروطة دي مكنة جميلة خالص، ويا ريت المفترض ان هي تبقى موجودة عندكم، موجودة في كل بيت. قناتي التانية يا جماعة قناة جات لي فكرة ووصفة. قلت لكم ان دي قناة بتعرض وصفات طبية. لو عندك ألم في رجليك، لو عندك مشاكل في بشرتك، عندك مشاكل في ألم الظهر، ألم الساقين،
كله ده يا جماعة أنا معالجاه في فيديوهات وأفكار جديدة ما هياش متواجدة على اليوتيوب، أفكار جديدة جدا. يا ريت تدخلوا على القناة وما وادي تنسوا، لو دخلتوا عليها ما تنسوش تعملوا لايك الشعر زي ما انتم واشتراك. شايفين كده يا جماعة. كل ما انت معلش هو الفيديو طول شوية ليه كده، بتبقى متخناه، كل ما تبقى مفرودة معاك وطالعة شعراية من المكنة زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهي مفردة ازاي اهي، وجميلة خالص. اتمنى انكم انتوا تجربوها بهذه الطريقة، واتمنى الفكرة تكون عجبتكم. طبعا احنا كل شوية بنلاقي نفسنا زهقنا من الاكل فعايزين نغير. لو عايزين أكلة جديدة ما تكونش من أكلات دارجة كل يوم طبيخ وكده، فالأولاد بتلاقيهم ملانين وزهقانين من الأكل الطبيخ والحاجات زي كده. ساعات أنا بطبخ ما بيرضوش ياكلوا الأكل ده والله، بيبقوا مشتاقين لأي حاجة جديدة يعني. وأنا عامة يعني من النوع اللي هم بحبش إن أنا الأولاد ياكلوا من بره خالص، لأن أنا بخاف من الأكل اللي بره، فأنا بلجأ إن أنا أعمل أي حاجة جديدة في البيت. المهم تكون أكلة صحية وجميلة، وما بلجأش للأكل الخارجي خالص على الإطلاق، ولا بحبذه ولا بحبذ الأولاد يأكلوه نظرا لانتشار فيروسات وأمراض، وأنا بخاف عليهم. ربنا يحفظ الجميع. طبعا انتوا ملاحظين انه في فيروسات الفترة الأخيرة منتشرة جدا. كمان أنا على القناة جات لي فكرة ووصفة عاملة لكم ازاي يا جماعة بعض المشروبات اللي هي تحارب الفيروسات دي. فأتمنى انكم انتوا تدخلوا على القناة وتتابعوا، وان شاء الله هتعجبكم. عندي كمية معالق من الخشب بحطها تحت الشعر بتاع المخروط زي ما انتوا شايفين كده. المعالق الخشب دي ما بتخليش البخار يطلع مباشرة على الشعر بتاع المخروطة، فبيخليها ايه تعجن منك او تشرب ميه. ودي الفطيرة التانية. هسرع لكم الفيديو بس عشان ما تاخدش معاكم وقت طويل. برضو بحاول ان انا افردها الفردة الجميلة كده، وانا اتعودت ان انا اضرب الفطيرة فتفرد معايا بسرعة زي ما انتم شايفين كده. دي طريقتي في فرد الفطير، بسرع خالص. على فكرة انا عمري ما فردت فطير ولا خبزت في عندي بيت بابايا. الكلام ده كله اتعلمت وحدي في شقتي، بقيت اعجن بالفطيرة الصغيرة، ومرة تبوظ ومرة تخيب لحد ما اتعلمت لوحدي. فلو انت مش عارفة هتتعلمي ان شاء الله هتبقي مية مية، بس مع الوقت، وحاولي مرة واتنين وتلاتة. دي الفطيرة التانية نزلتها على المكن زي ما انتم شايفين كده برضو. يا ربي الروتين بتاع النهاردة يكون نال رضاكم وتستفادوا منه بحاجة يعني. دي الفطيرة اللي بعد كده. حمود هنا لازم يشاركني، واديته حتة عجينة، قال لي لا بدي تديني يا ماما عجينة عشان اعمل فطير زيه. فانا اعداء قدامي والله، وكل شوية تخبط فينا الشابة وطلع عينه والله. فسبحان الله منه محمد ده، ربنا يهديه عليا يا رب. لازم يقعد معايا في اي مكان، فوق معايا تحت معايا في اي حتة بهذا الشكل يا جماعة. أتمنى إن كل يومياتكم تبقى بخير وسعادة، وتبقوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. وأشوفكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله في أحسن صحة وفي أحسن حال. بس تابعوا الفيديو لحد الآخر عشان تشوفوني شاطرة ولا مش شاطرة. ولو شاطرة ما تنسوش تعملوا لايك، شجعوني بقى. انا دي قناة مبتدئة جديدة، وانا عايزاكم تشجعوني عشان خاطر ان الفيديوهات ترتفع، وان شاء الله تبقوا معايا دايما، وهقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد ان شاء الله. ومعاكم بيكم ان شاء الله القناة تعلى. وحبايبي واصحابي، على فكرة انا القناة يعني فيها ناس محترمة وذوق جدا وبتشجعني. ربنا يكرمكم يا رب زي ما فرحتوني وفرحتوا واسعدتوني والله بتعليقاتكم الجميلة. حسيت فعلا ان ليا اصحاب واخواتي، يعني انا ساكنه بعيد عن اخواتي واهلي والله، لكن انا معاكم وتعليقاتكم الجميله دي حسيت ان نفسيتي المعنويات ارتفعت خالص والله. ربنا يكرمكم يا رب زي ما اسعدتوني والله. يا ريت ما دايما لما تتفرجوا على الفيديوهات ما تنسوش تعملوا لي لايك والاشتراك. بصوا ادي خلصنا كده الفطير، شايفين ادي العروق بتاعتها يا جماعه.
ادي خلصنا المخروطه يا جماعه بعد ما استوت على الاناء. انا طبعا ما بنزلش كل فطيره، ما